السلام عليكم ورحمة الله. موضوع اليوم هو حول الجزائر وفرنسا، ولماذا الجزائر تطلب من فرنسا إلغاء اتفاقية إيفيون. لماذا تطلب إلغاء اتفاقية إيفيون؟ لأن فرنسا خبرت النظام الجزائري بأنها مستعدة للاعتراف بمغربية الصحراء رسميا. هنا الجزائر كتقول لفرنسا إلا غادا تعترفي بمغربية الصحراء يجب إلغاء اتفاقية إيفيان، لكن فرنسا يعني مطوره تعلب ديال الدبلوماسيه، قالوا لهم لا احنا غادي نزودكم بمعطيات اخرى، هو ان غادي نجعلوا لكم تاسيس جمهوريه ريفيه فين عاوتاني تلاهاو وتضايقوا المغرب ثاني واحد 20 ولا 30 سنه باش تبقاو فوق الكراسه وتبقاو حاكمين. لان النظام الجزائري كيقول لفرنسا الا اعترفتي بمغربيه الصحراء اذا الكراسه اللي حنا فوق منهم ما غاديش نبقاو فوق منهم. لكن فرنسا الديب الكحل قال لهم هناك مشروع اخر اللي هو تاسيس جمهوريه او مكتب جمهوريه ريفيه حتى تجعلوا الشعب الجزائري يبقى عاوتاني في التنويم المغناطيسي لمده 30 او 40 سنه او 50 سنه اخرى، وهذه هي الحقيقه. وهنا تيتبين لنا من خلال اتفاقيه ايفيون واتفاقيه 1968 بان الجزائريين كيتعتبروا رعايا فرنسيين، لان مازال الجزائر ما عندهاش استقلال نهائي، مازال رعايا فرنسيين وفقا للدستور الجمهوريه الخامسه لسنه 1946، وهو كيتسمى دستور 46 للجمهوريه الخامسه. يعني مازال الجزائر غير مستقله، مادام اتفاقيه ايفيان 62 القرن الماضي واتفاقيه 1968 كيعتبروا ان الجزائريين رعايا فرنسيين وليسوا اجنبيين مثل شعوب ديال افريقيا او دول اخرى.